عجبني سبحوا من كلمات أبونا الشيخ عبد الله ولد العجوز وألحانه أداء مجموعة النبراس تتبع لهذه الزاوية. التسبيح هو عبادة لله عز وجل، هو تقديس، والتقديس المولى عز وجل هو أرقى أنواع العبادة. هذه هي العبادة التي تسمي بالروح، هذه هي نزهة الأرواح، كما هنالك نزهة الأجساد هنالك نزهة الأرواح. أرواح تتنزه وتحوم وتتحرك وتسود وتعمل كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده نحن عندنا التسبيح مهم جدا جدا، كما قال المولى عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. دي أورادنا العادية من أوراد الإنسان كأوراد، كما دورة الصوفية عامة لكل طريقة أوراد كلنا مبنية على الكتاب والسنة. وكذلك كما قال في تكملة الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئ. هذا هو ذكر الجمعة. دائما تلقى الناس عندهم ذكر الجمعة، سواء في النوبة، بالطبول، بالطارات، بالوظيفة، بجماعة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مجموعة اجتمعت لذكر الله سبحانه وتعالى تحفهم الملائكة. هذه هي الملائكة تكلمنا عنها في الآية الجبيل، كأن في ملائكة رحمانية. هذه الملائكة تتصل بأهل الحلقات على الأرض وترفع خبر للمولى عز وجل. ما في أعظم من ذلك. إذا ربنا حيذكر هذا الملأ أو الذاكرين الله عز وجل على الأرض، يذكر المولى عز وجل في الملأ الأعلى في السماوات. ما في أعظم من شنو؟ من ملأ الملائكة. فالصلاة تحت الملائكة دعاء والرحمة لنا نحن، كأنما نقلة الأرواح بتتم كذلك. في الحتة دي مهمة شديد خالص خالص. كده الناس اللي ما عارفين يقول لك الناس بيزوروا القبور يعني حرام وغلط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لكل الذاكرين على قبورهم ملائكة تسبح لهم. شوف الكلام، عملك في الدنيا كان خير يظل معك في قبرك. هذه الملائكة. فأي إنسان يعني تفسير حضور صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم أما الآن فزوروها. لما تزور تجد رحمة الله عز وجل على هذا القبر، لكن القبر يكون شنو؟ من الصالحين من الذاكرين. فيجي من هنا أن يستدلوا ويعرفوا المكان، عملوا الغباب وعملوا الشواهد وعملوا يعني كما قال هنا في الآية شنو؟ اتخذنا عليهم مسجدا ولا نبنى عليهم بنيانا. أي ما شئت في الآيات موجود في قصة أهل الكهف. فهذا هو تواصل وتراحم واجتماع في الله عز وجل. فهؤلاء الناس المجتمعين في الله ربنا يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. فاحنا دائما نجتمع في الله، نتفاكر في الله، ونتراءى في الله، ونقيف مع بعض في الله. نقيف على كل شيء، في الحياه الاجتماعيه، في الحياه الروحيه، في المناسبات، افراح، اطراح، كانما شنو؟ نجتمع في الله عز وجل. هي اسمى الاجتماعات. ومع ذلك نترابط مع بعض ونسير الله عز وجل. فيها التنمية كمان، فيها التنمية بشرية، فيها التنمية للإنسان. نحن بنجمع كل الناس، عندنا الدكاترة والأطباء، وعندنا المحامين والأساتذة في الجامعات، وعندنا الإنسان العمال والموظفين، وعندنا أدنى الناس عندنا وأعلى الناس عندنا. فلما نجمع دول مع بعض نعمل منهم نسيج اجتماعي راقي يمشي على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في التربية والإرشاد. كأنما قرآن وحديث وسنة والتربية والإرشاد من نمي فئة ضخمة جدا من المجتمع، تكون فئة صالحة حيثما انتشروا. بس هذا شنو؟ يعني الأنفاس العطرة، أنفاس المصطفى صلى الله عليه وسلم، ساروا بين الناس بالهدى والتقوى.